كارثه بتحصل في نادي الزمالك. النهارده الاتحاد الدولي قضيتين جداد على نادي الزمالك. صلاح مصدق اللاعب الجزائري ولا كان مغربي؟ صلاح مصدق المدافع مغربي. صلاح مصدق كان اشتكى نادي الزمالك، والزمالك بياخد ايقاف 3 فترات قيد وغرامه 900,000 دولار على الزمالك اللي هي مستحقات صلاح مصدق. الحاجه الثانيه عمر فرج، برضو قضيه عمر فرج اللاعب الفلسطيني. الزمالك ما اداش مستحقاته ولا مستحقات النادي اللي كان بيملك عمر فرج، 1,600,000 دولار. يعني النهارده بس 900,000 دولار لصلاح مصدق و1,600,000 دولار لعمر فرج، يعني 2,500,000 دولار. ده غير الفلوس القديمه اللي هي ال5,800,000 على الزمالك. يعني الازمه كبرت، المبلغ كبر على الزمالك. ومش عارف برضو مع احترامي يعني المسؤولين في نادي الزمالك ساكتين ليه كل ده؟ لا، ده في كارثه اكبر كمان. الكارثه الاكبر ايه بقى؟ الاتحاد الدولي النهارده اصدر عقوبه تأديبيه على نادي الزمالك. يعني ايه عقوبه تأديبيه؟ يعني بسبب كثره المشاكل وكثره القضايا على الزمالك وعدم التزام الزمالك بدفع عقود ومستحقات اللاعبين والمدربين، بقى في ايقاف قيد فترتين على نادي الزمالك. ايقاف قيد فترتين، يعني الزمالك مش هيشتري لعيبه ولا في شهر اغسطس القادم او في شهر يوليو القادم ولا في يناير اللي جايين. دي حاجات بقى رسميه، هو ورق رسمي جاي من الاتحاد الدولي.